بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو هتذبح في العيد أو هتشتري لحمة من قبل العيد أو هيجيلك لحمة هدية من قريب أو صديق أو جار، يبقى الفيديو ده ليك. في خطوة لازم تعملها للحمة قبل ما تشيلها في التلاجة، وإلا اللحمة هتبقى ناشفة وتمط وتبقى المضغ بتاعها صعب وهتكون زفرة وأحيانا بتبوظ حتى لو هي كانت في الفريزر. في عيد الأضحى وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، اللحمة بتدخل كل بيت، وناس كتيرة بتفتكر إن أول ما توصل اللحمة البيت لازم تدخلها التلاجة أو تحطها في الفريزر فورا. دي أكبر خطأ بيبوظ طراوة اللحمة وطعمها. تعال اقول لك تعمل ايه بالظبط لو هتذبح او جبت لحمه من اي مصدر، بس لازم تكون مذبوحه. يعني لو انت جبت لحمه لسه مذبوحه طازه، لكن لو جايبها من امبارح دي مفيش مشاكل، حطها في التلاجة عادي. طب وقبل ما اقول كده، فضلا وليس امرا، ارجوكم اللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي بيشوفني من موقع اخر ممكن يعمل متابعه وشير ولايك والحاجات الحلوه دي، وتعليقات في المحتوى وخارج المحتوى، وان شاء الله هجاوب عليها لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. بعد ما تذبح ما تستعجلش وتحط اللحمه في التلاجة وهي سخنه. السخنه هي مش المقصود ان يعني بيولع عليها النار، لا، السخونيه سخونيه الجسم بتاعه الكائن الحي نفسه. يبقى لازم تعمل عده اشياء. لازم تعملي الاتي: بعد ما جبنا اللحمه، بعد ما اتذبحت واتقطعت وبقت حتت زي ما احنا عايزين، نجيبها ونحطها في صينيه او نحطها في حاجه نظيفه ونسيبها في الهواء، المكان جيد التهويه وقدام مروحه، لمده كام؟ من 4 ل6 ساعات. الكلام ده لازم يكون مفهوم. ونفس الكلام لو احنا جاينا لحمه هديه وعارفين انها اتذبحت من ساعه ولا من ساعتين، نسيبها من 4 ل6 ساعات ونحطها قدام المروحه. طبعا هي جايه في كيس ولا جايه في طبق كده ولا حاجه، نفردها ونحطها قدام المروحه كده. ليه الخطوه دي؟ طب 4 ل 6 ساعات لو هي درجه الحراره يعني اقل من 30 درجه مئويه، لكن لو الجو حر درجه اكتر من 30 درجه مئويه فكفايه ساعتين. ليه الخطوه دي؟ الخطوه دي عشان اللحمه تفقد الحراره بتاعت الجسم اللي هي اتذبحت وهي عليه، وتبدا مرحله مهمه جدا لتراوة وطعم اللحمه الجميل، اسمها مرحله التحلل الرمي. اللحمه لو دخلت التلاجة وهي سخنه، سخونيه الجسم نفسها، هتبقى قاسيه وهتبقى تشد وهتمط وفي المضغ هتبقى صعبه جدا. بعد الكلام ده بعد السوى. لكن بعد 4 6 ساعات تبتدي اللحمه، بعد 4 ل 6 ساعات نبتدي نحط اللحمه في التلاجة مش في الفريزر. يعني اول حاجه سيبناها 4 ل 6 ساعات في الجو قدام المروحه، بعد كده هنحطها في التلاجة. التلاجة درجة حرارتها من 0 ل 4 درجة مئوية زي ما انتم حضراتكم عارفين كلكم. بنسيبها في التلاجة من تحت مش في الفريزر. نحطها في التلاجة هنا لمدة قد ايه؟ العلم قال، مش انا اللي قلت، 24 ساعة في التلاجة تحت. بعد كده نحطها ايه؟ بعد 24 ساعة نحطها في الفريزر. وبالطريقة دي كده لو انت عملت كده يبقى ضمنت ان التحلل الرمي اللي بيحول اللحمة من قاسية او فيها تشنج عضلي الى لحمه طريه ومذاقها طيب وكلكم هتحبوها. يبقى كده اتاكدنا ان مرحله التحلل الرمي خلصت واللحمه بقت طريه وسهله المضغ والطهي وطعمها بقى ممتاز. طب طبعا لو اللحمه جايه هديه هينطبق عليها نفس الكلام، او اشتريتها من الجزار وشايف ان الجزار ذبحها النهارده يبقى هينطبق عليها نفس الكلام. يعني لو انا شاري من الجزار وما اعرفش هي بتاعت النهارده ولا امبارح، نسال الجزار دي مذبوحه النهارده ولا بتاعت امبارح. لو بتاعت امبارح يبقى خلاص خلصنا من المرحله ديت، نحطها في الفريزر على طول. لكن لو هي مذبوحه النهارده نعملها برضو، نعتبرها لسه مذبوحه دلوقتي ونعمل عليها نفس ايه اللي احنا عملناه قبل كده. طيب ليه كل ده؟ ليه بنتعب نفسينا وبنعمل كل ده؟ اللحمه بعد الذبح يا جماعه بتكون في مرحله اسمها التشنج العضلي، ولازم تمر بحاجه اسمها التحلل الرمي. انا بحاول افسرها تفسير علمي وببساطه عشان الكل يفهم. يبقى اللحمه بعد الذبح بتكون فيها تشنج، العضلات نفسها، اللحمه نفسها والعضلات بيكون فيها تشنج اسمه التشنج العضلي. يبقى عشان تطلع من التشنج العضلي دي بتقعد لها 24 ساعه على الاقل، يعني 6 ساعات في الهواء وال 24 ساعه في الثلاجه عشان تفك التشنج الموجود ده. لكن لو جمدت اللحمه قبل ما تخلص المرحله دي هتطلع اللحمه ناشفه في المضغ وتشد بعد السوى زي ما انا قلت. علشان كده بنسيب اللحمه تستريح قبل ما تستمتع
بطعمها، لازم تسيب اللحمه تستريح قبل ما تستمتع بطعمها. وطبعا اكيد بيدور في ذهننا دلوقتي، طب ما انا بذبح ولازم اكل اللحمه في نفس اليوم، ما انا لازم اكل لحمه من اللي انا ذابحها النهارده. طبعا لازم يكون في حلول يعني. لو احنا هناكل منها النهارده نعمل ايه؟ طبعا اول يوم باللحمه ما بتكونش لسه دخلت في مرحله التحلل الرمي عشان تخليها طريه. التوصيات الطبيه بتقول المفروض احنا ما ناكلش اللحمه قبل 6 ساعات من ذبحها. طب ماشي، يعني لتجنب اي مشاكل ممكن تحصل. طب نعمل ايه علشان ناكلها بعد الذبح؟ برضو الناس العلماء والخبراء قالوا مجموعه حاجات. قال لك انت هتاكل لحمه طازه ما دخلتش محل، يبقى لازم نتعامل مع العضلات دي بطريقه تخليها لنا طريه. ننقع اللحمه دي في ميه بخل او ميه بليمون، ميه بخل او ميه بليمون من نص ساعه بس لساعه. انا عارف ان في ناس بتيجي من الصلاه بتذبح وخدي بتدي المدام شويه عشان تعمل لنا فته ورز والكلام ده كده، عبال ما هو يشطف ويعمل والكلام ده عد نص ساعه كنت انت نقعتيها نص ساعه في ميه بخل او نص ساعه في ميه وعصير ليمون او زبادي. كاننا بنعمل الاكل بتاع الزبادي نغلفها بالزبادي واخدين بالكم، مع شويه شرايح بصل كده واخدين بالكم، ونسيبها برده نص ساعه لساعه. دي الحاجات دي كلها الزبادي فيه حمض اللاكتيك. الحمض اللاكتيك ده بيعمل مرونه للبروتينات الموجوده اللي هي عامله التشنج دي، وبالتالي ممكن تبقى طعمها طيب. واخدين بالكم؟ يبقى النقطه دي مهمه. طب شويه شويه معلومات بقى لازم نعرفها قبل ما نحط اللحمه في الفريزر. التقطيع طبعا حسب الاستخدام، يعني بنقطع حتت معينه، قطعيه معينه للشوي، قطعيه معينه للسلق، قطعيه معينه لاي حاجه تانية، للشاورما، اي حاجه يعني. واخدين بالكم؟ بنقطعها على حسب الاستخدام ونحط كل قطعيات لوحدها في كيس. الكيس لازم يكون محكم الغلق. حطيناها في كيس لازم نكون مطلعين الهواء منه تماما، يعني بنطلع الهواء كده ونقفله كويس جدا بيكون ما يخشش فيه هواء. كميه اللحمه اللي في الكيس المفروض ما تكونش كميه كبيره، المفروض ما تزيدش عن كيلو. وضع اللحمه اللي فيها دهون كتير نحطها على الوش، يعني اللحمه اللي فيها دهون كتير نخليها اخر حاجه في الفريزر، عشان طبعا اللحمه اللي فيها دهون اسرع فسادا من اللحمه العاديه. نكتب تاريخ الانتاج، مش هنخسر حاجه بقلم فلوماستر كده ونكتب تاريخ الانتاج، يمكن نحتاجه في وقت من الاوقات. لازم ننظف كل الاسطح اللي لمست اللحمه كويس، لازم ننظف بالميه والصابون طبعا والميه والخل بعد كده. طبعا لازم الواح تقطيع وسكاكين خاصه باللحوم زي ما احنا عارفين، اللحوم والفراخ لو متاح يعني. الافضل لبس جوانتي لكل واحد بيلمس اللحمه. الناس اللي بتذبح والناس اللي بتمسك اللحمه بعد الذبح لازم تغسل ايديها كويس جدا 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 بالميه والصابون من مده ما تقلش عن 20 ثانيه. ليه بقى؟ لعدم الاصابه بالتسمم، لان ممكن يكون في بكتيريا ايكولاي او سالمونيلا في الذبيحه. واخدين بالكم؟ الحاجات دي كلها ممكن هو ياخدها ويجي واكل بعد كده او تخش جهاز الهضم بتاعه وتعمله مشاكل كبيره، فهو في غنى عنها. مش هنخسر حاجه بعد ما نخلص غاسلين ايدينا بالميه والصابون كويس جدا. برضو نصيحه: عدم خلط اللحمه النيه باللحمه الجاهزه او الاكل الجاهز. عدم غسيل اللحمه، كلام هنا للستات، عشان نتخلص من الدم والشوايب، لان الميه دي بتساعد على نشر البكتيريا على سطح اللحمه. نغسلها قبل ما نستخدمها، لو احنا شاكين فيها نغسلها بسرعه بالميه الجاريه قبل ما نستخدمها. هو الصح ان المفروض ما نغسلش اللحمه. طب نعمل ايه لو احنا حاسين على نمسحها بمناديل او فوطه نظيفه نمسحها فيها. طب الستات بقى اللي متربسه دماغها وعايزه تغسل اللحمه، يبقى تحت الميه الجاريه بسرعه، بس بعد ما نغسل نجيب مناديل ما نسيبش فيها نقطه ميه، ننشفها كويس جدا، ما نسيبش. لو انت تقدري تعملي كده اعملي، لان الميه وجود الميه يعمل مشاكل حتى لو حطيتيها في الفريزر. النصيحه الثانيه: عدم تكدس الاكياس في بعضيها في الفريزر. لازم تسيبي فراغات عشان التبريد يخش بينهم. ونعمل في اليوم الاولاني من الموضوع اللي حطيناه في مثلا اول يوم العيد، يبقى كل ساعتين نقلب، نشيل الاكياس اللي تحت نحطها فوق، واللي فوق نحطها تحت، واللي في النص نغير مكانها. يبقى كل ساعتين نغير مكان الكياس. اول يوم كده، تاني يوم بقى خلاص ثابتين في مكانهم، بحيث برضو نخلي في فراغات بين الكياس وبعضيها. عدم خلط اللحوم مع بعضها، يعني الكبده والقلب والعظام والحاجات دي كلها واللحمه، كل نوع يتحط لوحده، ما نخليهاش كلها على بعضيها. عدم استخدام اكياس السوبر ماركت،
طبعا الشنط اللي احنا بنتسوق فيها وبنجيبها الخضار الحاجات دي كلها غالبيه الناس بتحط فيها، وخصوصا الكيس الاسود. ليه بقى؟ لانها خطر جدا، ممكن تنقل مواد سامه للحمه. مواد سامه للحمه هنا مش ميكروبات اكتر من انها مواد سامه، ممكن يكون كيماويات وممكن يكون حاجات تانية كتيره قوي ممكن تضرنا كلنا. ونستخدم ايه؟ نستخدم اكياس بتتباع عند الراجل بتاع اكياس، اسمها اكياس التفريز، اكياس بتتحط في الفريزر وهي بتاعه الاحتكاك بالاكل. طب ازاي اعرف اللحمه فسدت وباظت ولا لا؟ معلومه برضو خدوها كده على الماشي. ازاي اعرف اللحمه فسدت ولا لا؟ لو اتغير لونها للرمادي او الاخضر، احيانا بتلاقي اللحمه بقى رمادي او اخضر، ده تعرف انها فسدت. لو لها ريحه غير معتاده تشبه ريحه العفن، خلاص. ملمس، كل ملمسها لزج او ايه مائي، يعني بتلزق كده او دي بقى خلاص باظت. يا جماعه لو ركزتم على كل الخطوات اللي انا قلتها دي، مش بس هتحافظ على اللحمه دي، كمان تاكل منها شهور وانت مطمن ومش قلقان. شارك الفيديو مع اهلك واصحابك، لان الخطأ في اللحمه مش بس بيضيع تعبك، ده كمان بيهدد صحتك. ولو عندك سؤال في لحمه الاضحيه او اللحمه اللي انت بتشتريها من بره، او اي سؤال عن اللحمه، ارجوك اكتبه بدون احراج، اكتبه في التعليقات، وانا ان شاء الله وبعون الله وبفضله انا ممكن اجاوب على الاسئله ديت. وما تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وتدعوا لاخوانكم. وشكرا لكل من يدعم القناه بالاشتراك او بالتعليق او باللايك والشير او المتابعه لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.